مرحبا بكم حبيباتي في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم الزعلوك او كما نقولوا له حميص باذنجان بطريقة جد مبسطة وسهلة وهايلة وما تاخذش وقت بزاف. خلاص الوصفة نتاعنا نبداو على بركة الله اللي هي فيها المقادير التالية. عندنا لهنايا كيلو تاع باذنجان بعد ما غسلته كما تشوفوا غسلته لهنا ومسحته خليه شويه زيت يقطر، نص ملعقه كبيره تاع الملح ونص كاس زيتون ونص كيلو تاع الطماطم ايضا نغسلها ونخليها تقطر. حبيت فقط نبين لكم لهنايا انه الباذنجان اللي خط هنايا لكم تشوفوه هو دليل على انه الباذنجان راهو انثى. هذا الباذنجان يجي حلو ورائع في المذاق، هذا هو اللي يجي السر تاع الباذنجان اللي يجي. كاين يجي الطبق حلو ورائع، كاين اللي ما تحملوش خلاص ما تقدرش تاكلو. الشرطه هذه معناها الباذنجان راهو حلو. اما بالنسبه لهنايا ايضا كما تشوفوا هنايا شرطه قادر تجي ما بينش. وهنا بالنسبه للدائره راكم تشوفوا هنايا كاينه دائره معناها ذكر ويجي هنايا مر وما يتكلش كما نقول لكم. انا هنا ديما نخير فقط شريت الحبه هذه باش نبين لكم. راكم تشوفوا هاي الدائره هنايا راهي باينه، يسمى هذا راه يجي مر. دائما ركزوا على الخط معناها الحبه راهي حلوه والزعلوك تاعكم او حميص الباذنجان تاعكم يجي رائع في الطعم. نبداو اول حاجه نديروها نقطعوا الباذنجان نتاعنا لهنايا ونملحوه الباذنجان هنايا وخلوه شويه يشرب الملح هذاك، ومن بعد نحطوا قليل من زيت الزيتون ونمشيوه ونحطوه في مقلاة. انا خيرت المقلاة هذه غير لاصقه وعريضه، ونحط كامل الباذنجان تاعنا وعلى نار متوسطه نخليه يطيب ويتحمر على الجهتين. انا قسمت الحبه هنا على زوج ونقلبها مره على مره كي تتحمر. هنا يتحمرت معايا كما تشوفوا قلبتها. انا نحب اللون هذا لازم يكون كحل، وانتم تقدروا تخلوا اللون تاعها لهنايا فقط يسمى ذهبي. ونحيوها راهي طابت من فوق ومن تحت نحيوها. هاكم تشوفون راهي طايبه حتى لهنايا من الخلف. اما نحيوها ونحطوها طول في البورطمونجي. والبورطمونجي نذكركم لازم ديما نغلقوا البورطمونجي ونخلوها تتندى حوالي ربع ساعه وتطلق الماء ايضا نتاعها. ونجيو للطماطم نتاعنا اللي كنتو شفتوها في اول فيديو. انا هنا راني نحيت لها البذور والقشور وقطعتها هنايا على الطول. ونوليو دوكا الباذنجان تاعنا نحطوه في صحن ونفس الطريقه كما شفتوا في الفيديو تاع الحميصي ايضا تجدوه على القناه. سهله نحكموا بالفوقشات ونديرو بالموس ونمشيو وليه الطير. اما بالنسبه للبذور هاهي البذور تقدروا تنحوا بالفوقشات ولا تقدروا. البذور هذه ايضا هي السبب تاع انه الباذنجان تاعنا يجي مر. نحيو كامل البذور اللي عندنا لهنايا، نحي كامل هكذا نكملها بالفرشة ولا بالموس هي تتنحى سهله مهله. واللي يحب انا الكحل هذا اللي نحيو منه اللحم تاع الباذنجان انا نحب نموت عليه. الاكثريه نخليه ما نحي والو منه، ولكن كاين اللي يحب الزعلوك تاعو لهنايا يجي صافي ما فيه والو. انتم لكم الاختيار في الذوق وديما هذا تبقى اذواق. وهنا راكم تشوفوا ديجا الباذنجان حبيت نوريكم ديجا الباذنجان وطلق الماء نتاعو. وشفتوني هذيك النص كاس تاع الزيت راني درت بها كيلو تاع باذنجان. كل مره ندير شويه كي نحي الكميه هذيك ونعاود نمسح من جديد فقط. راكم تشوفوا هنايا بعد ما قطعنا الباذنجان تاعنا بالفورشيت وايضا كذلك الطماطم اللي كنت قطعتها هنايا بالموس والماء هذاك ضفتو تاع كامل الباذنجان يطلقوا. شوفوا طلق الماء بزاف. نحطو دوك على نار هادئه ونقعد نقلب فيه حتى ينشف معنا بس هو طايب. انا فقط نشفو ولا تقدروا اللي يحبوا نص طياب يخليها على نار قويه. انا فقط بطيب لي شويه هنايا تاع الطماطم واني مزت لها حتى ملح لانها ديجا الباذنجان راهو مملح. وهذه وصفه مناسبه خاصه لاصحاب الضغط العالي. وراهو صار جاهز معنا وفقط زينته بشويه زيت الزيتون. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم. ديروا ابوني للقناه وتابعوني في وصفات اخرى ان شاء الله. باي.